بالنسبة لمباراة المنتخب اليمني مع المنتخب اللبناني، أنا تكلمت عن الموضوع. طبعا الموضوع مو موضوع تقليل، بالعكس أتمنى أنه نفوز على المنتخب اللبناني كنت وعلى أي منتخب آخر عموما، ولكن أنا أكلمك عن إمكانيات. تعرف مدرب المنتخب ولد علي، أوكي، تواصل مع الاتحاد اليمني، السلام عليكم، حياك الله، جيبوا اللاعبين اللي لعبنا بهم خليك 26. طيب ما في مباراة تحضيرية، ما في تحضير، ما في تمارين من الطيارة، كلهم تقابلوا هناك في الكويت. يعني ما في يا جماعة، ما في دعم. اللاعب مع المنتخب ما يستلم شيء، مع النادي ما يستلم شيء. بعضهم يتمرن العصر مو في الليل، العصر في الحر يتمرن العصرية، يخلص يروح يشتغل. معروف الوضع، يعني ليس تقليل، بالعكس أتمنى نفوز على لبنان وعلى أي منتخب آخر نواجهه، ولكن هذا المنطق ما في. الآن كرة القدم مادة، أقل لاعب عقده بملايين. إحنا دائما يستلموا حتى 50,000، يعني 50,000 يمني. يعني ما يعني المواضيع هذه كلنا بنعرفها. قد الحمد لله على التعادل، الحمد لله على إنه ما في عاد نتائج كارثية من بعد خليج 26. المنتخب أصبح أفضل، ولو في يعني احتراف لباقي اللاعبين راح نلاقي منتخب يبيض الوجه. وضعنا للأسف يعني عندنا مواهب، عندنا إمكانيات، عندنا أسماء، ولكن الظروف لا تساعد أبدا.